اليوم إن شاء الله بإذن الله جبت لكم قصة، والقصة اليوم من الجزائر. الله يحفظهم ويحميهم يا رب. قصة اليوم شيماء بنت جزائرية عمرها 18 سنة. بس إيش رأيكم قبل ما نكمل القصة لايك، واللي مشترك بالقناة يشترك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد، وانتوا كمان لما تسوون هذه الأشياء تشجعوني إني أكمل وأقول القصص. ويلا نبدأ بسم الله. شيماء بنت جزائرية عمرها 18 سنة. كانت طفولتها شيماء يعني معاناة مرة وشاقة مرة وتعب، وكلها من ايش؟ من ابوهم تخلى عنها وعن امها وخلاهم يعيشون في بيت صغير. هذا البيت ذاقوا فيه البرد ومن قوة الجوع والفقر اللي حسوه هي وامها. لكن رغم الظروف الصعبة اللي مرت فيها شيماء، كانت طالبة مجتهدة ما شاء الله عليها، وعندها أحلام تبى تحققها في حياتها. توقعت شيماء إنه الفقر هو أكبر معاناة راح تعيشها، لكن ما كانت تدري إنه في جحيم بينتظرها في المستقبل. لكن إحنا ما نعرف إيش مستقبلنا. أوريكم إيش صار لها شيماء، واسمعوا إيش صار لها شيماء. تمام. أحد الأيام شيماء قابلت شاب اسمه ريان. تعرفت عليه شيماء، ومع الوقت زادت علاقتهم مع بعض. شيماء صارت تحب ريان لدرجة إنها قدرت تقنعه، إنه قصدي معلش إنه يقنعها إنهم يهربون من البيت، إن هي تهرب من البيت وتهرب قصدي معاه. تمام. وفعلا سوتها، وظنت شيماء انها بتعيش احلام جديدة، لكن هالاحلام تحولت الى كوابيس. طلع ريان ايه؟ شخصيته الحقيقية. ايش هي شخصيته الحقيقية يا اميرة؟ شخصيته اول ما جابها المكان اللي هو يبغاه، بدأ يضرب شيماء ويغتصبها. وعلى هالحال ايام وايام من ضرب. وعلى هالحال ايش سوالها؟ اغتصاب وضرب واغتصاب وضرب، لما سبب لشيماء اكتئاب شديد. وقعدت فترة طويلة شيماء على هذا الحال. بعد هذه الفترة الطويلة تشجعت شيماء وقالت لأمها عن أفعال ريان إيش سوالها. راحت الأم نطت للشرطة وبلغت الشرطة، وتم القبض على ريان في نهاية 2016، وتم الحكم على ريان بالسجن. عاشت شيماء حياتها وصحتها النفسية ولا أحلى من كذا، إلين جات سنة 2020 وسمعت شيماء خبر إيه؟ خبر إنه ريان خرج من السجن. يوم خرج من السجن طبعا شيماء جالها الخوف والرهبة، وتذكرت الأيام اللي قبل ومرة من خلعة. خلال مرور 3 أيام من خروج ريان من السجن، راحت إيش سوت شيماء راحت بتسدد تليفون الفاتورة حق التليفون بيتهم. وهي رايحة ولا تقابل مين؟ تقابل ريان. يوم قابلت ريان يعني تتوقعون إيش سوت وإيش سوى هو لها؟ قاعد يكلمها ويقول لها أنا آسف وأنا معلش وأنا غلطان وحقك علي بدأ يسحبها بالكلام إلين مشيوا المكان هذا. وين مشيوا؟ إلى محطة بنزين مهجورة ومباني مهجورة. أخذها هناك. طيب طبعا لما أخذها هناك الأم هي دارية، بس الأم يعني شكت، قالت بنتي إيش بها تأخرت. تمام. قالت بنتي وين تأخرت مدري إيش. راحت للشرطة وقالت للشرطة كذا 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 السالفة. قال لا يا خالة لازم يكون يعدي 48 ساعة بعدين ندور بنتك. قالت مدري إيش وذا. قال لا والله روحي ريحي، خلال 48 ساعة إذا ما جات إحنا على طول حنطلع وحندورها. قالت لهم طيب. راحت الأم البيت ونامت، وبالغصيبة نامت. لكن لما نامت الأم تحلمت حلم غريب. الحلم تحلمته إنه شايفة شيماء إنها تنحرق. تمام. هذا الحلم الأم اللي تحلمته. طيب نرجع الحين لمين؟ الشيماء. شيماء ما قلنا إيش وداها يمشي. لما وداها المحطة بنزين،
هناك تتوقعون ريان ايش سوى لها؟ ايش تتوقعون سوى الشيماء هناك في المحطة ودرجها بالكلام، والأم سبحان الله بنفس اليوم اتحلمت بالحرق وزي كذا؟ تتوقعوا ايش؟ تعالوا اقول لكم الصدمة اللي تشوف يعني واحد ما يقدر يتوقعها، انه في انسان يسوي هذا الشيء. مسك شيماء وضربها ضربها ضربها ضربها، بعدها سحبها للمباني، واحد من المباني القريبة من المحطة، واغتصبها. وبعد الاغتصاب قطع شرايين رجولها، بعدها نحرها من الوريد للوريد من رقبتها طبعا. بعدها ايش سوى؟ حرقها. تخيلوا، حرقها وبعدها طلع وراح. ثاني يوم راح القسم الشرطة وقال ايش قال؟ تتوقعون ايش قال؟ قال انا شفت شخصين عند المحطة الفلانية حرقوا بنت. قالوا ايه؟ راحت الشرطة ونطت الشرطة وراحت المكان وعرفت انه هذه الجثة جثة شيماء، طبعا مع التحقيق ومع كل حاجة. طبعا على طول مع البصمات عرفوا انه حقت ريان. الشرطة مسكت ريان وقالت له انت ليه سويت فيها وايش سويت، وحكاهم ايش سوى ريان في شيماء. يعني ايش الجبروت هذا اللي في ريان، ايش ذا، يعني قوة قلب عنده فظيعة، يعني فظيع 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 الصراحة. ريان هذا ايش القوة دي اللي عنده؟ طبعا سألته الشرطة قالت له ليش كذا سويت يا ريان؟ قال أنا من أول ما انسجنت 3 سنوات وأنا فكر تفكير واحد، كيف انتقم من شيماء. وأول ما خرجتوني من السجن، وتعرفوا إنه ريان خرج ب2020 من السجن، على طول رقبت بيتها. وهذيك اليوم نفذت خطة اللي أنا كنت بسويها. يعني ما أدري ليش كذا سوى. طيب قالوا له بس عشان كذا؟ قال ايوه، وكمان سبب ثاني عشان امها يوم انا جيت بخطبها قالت لي لا بنتي تبى تكمل دراستها، وحقد بزياده على شيماء. عرفتوا كيف؟ عشان كذا صار يضرب ويغتصب وحرقها وسوى لها هذا كله. طبعا السجن اخذته وهذا كله الكلام قالوا هو في القسم الشرطة. طبعا ما اعترف ريان سريع على فكرة، مو نفس كذا يعني على طول اعترف، لا طبعا تعرفون كيف اعترف. جبت حقها الحمد لله جبت حقها. بصح انا كنت حابه ماشي هذاك هو حقها، كنت حابه يدخل للحبس، كنت حابه شوفي الجوجه تاع مرداس الله يعطيهم مني تاني قتلهم حطوه لي ادوه للحبس. يماه تغاشات قالت لهم وليدي يشرب الكاشيات، وليدي هكا قال له مالاتك كي عاد وليدك يشرب الكاشيات وليدك هكايا مالاتك حنا نطلقوه ومينور كان. بصح وليدك الا ما جاش للشرع تروحي في بلاصتو. انا بنتي خفت عليها صح ربي، ما خفت على بنتي العزيزه بصح دوكا خلاص كما قلتي ما عليناش. حكم عليه 6 شهور حبس 20 مليون تعويض. بداتي عاود كسر شرع، كسر له السيد الرئيس، كسر له في المجلس قال لك انايا هذا ما نقبلوش هذا تاع 6 شهور هذيا تاع 6 شهور هذه زاد له 6 شهور واحده اخرى عطا له عام سورسي و20 مليون تعويض. كي درت افوكا هدايا حكموا عليه رحت اللوسي روح ليه ما يلقاوهاش قاعدتك ما قال لهم ما انا من صافي ما نمد لها دراهم ما نواسي ما والو. قلت لها بنتي معليش يا بنتي تعيشي برك انتيا ما عليناش. كي عيط لي الاستاذ قال لي يا مدام او عندك تحقيق. انا قلت بالك ربي على التليفون، بعثوا لي على التليفون قالت لي يا ماما واش نهضر نسيت الهضره تاع التليفون نديها وين نحاولها يا ربي فهاديك كاب جنات. صافي هادو دي فوايو، هادو كيما كي هو دي فوايو. ما اصلا فتنيه في البلاصه هادي كاع يخافوهم هادو شغل ما على باليش. واحد النهار سقسيت قلت له خويا وين سكن بوشناقي؟ دار بوشناقي باش نروح نجيب بنتي سرق لها التليفون دار لي المسهنه دخلني. قال لي لا ما نعرفش بوشناقي قال لي يا مدام هادوك خطيرين.
ما علينا. شو من بعد هاتيك الخميس قالت لي يا ماما عندي ابولمون خلصها، وصح عندها ابولمون باش تخلص لها. عطيت لها بنتي 150,000. عندها زوج تليفونات، عندها واحد ايفون وعندها سامسونج. في زوج تمشي بهم، هذاك تاع روسمو. كي راحت كي خرجت راحت الوحدة زوج ثلاثة أربعة الخمسة، هي دي فوا هكا كي تكون تكتر كاع الوحدة ثلاثة أربعة تاكل الفرغاية كرابطيطة، تطلع للرويبة تعاود تولي تخرج طفلة تقرا تواسي، لازم ما عليناش. الوحدة زوج ثلاثة الخمسة. قلت أنا واسيت وين حسيت باللي صح بنتي ما ولاتش. كي طاحت العيشة المغرب على بالي باللي بنتي ما عيطت لي، ما قالت لي، ما صافي. انا كنت نعيط والتليفونات تاعها كاع مغلوقين، يعيط ما كانش ملاك ما يريبونديش والو. هذاك التليفون تاع ابولمون ما مغلوق كاع، بصح تاع ال 15 في التليفون تاع 15 نيميرو تاعها 045 يصوني، بصح ما كانش لي يرفد، ما كانش لي يرفد. قاعده انا سيستي ومن بعد بدا قلبي حسيت باللي كاينه حاجه، ماشي زعما ما حسيت باللي بالك دي طفله الدنيا دي بالك برا ولا تبلاوها ولا كش ما صرالها ولا. لحقت العيشه ما لقيتش، عيطت ما كانش زوج تاع الليل ما كانش، دوك نوسمو التليفون دوك نعطيهولك ما كانش، زوج تاع الصباح ما كانش. شوفي عقداه 2:30 3 تاع الصباح بنتي عيطت في المنام، شفتها في المنام تقول لي يا يما راهو يقتل فيا، يا يما راهو يقتل فيا. اخي وريت لك هذه يدي يا زرا، قلت هو يقول لي يدي، هي تقول لي راه يما يقتل فيا، ومن بعد كنت انا فرفاره طاحت لي هكا من الطابله هذيك فرفاره ناض وليدي قال لي يما واش بيكي؟ قلت له امين شيماء امين شيماء. قال لي يا ماما استغفري. من تما عرفت باللي بنتي ما توليش. وليدي عيط لي قال لي ماما وراكي؟ قلت له في الديمكو. قال لي علاش؟ قلت له قال لي نجوز لك عميروش، هذا عميروش البيبي شغل كي وخوها. كي قلت له واش كاين عميروش؟ قال لي وراكي؟ قلت له راني في الديمكو. قال لي راني جاي. قلت له على واش كاين؟ قال لي شيماء. قلت له واش بيها شيماء؟ قال لي شدي روحك. قلت له على واش كاين شيماء؟ قلت انا بالك حكموها ضربوها ولا. قال لي شيماء الله دايم الله. قلت له كيفاش شيماء دايم الله؟ قال لي شيماء ماتت. قال لي راني جاي هاوليك هاي اختو داوني. قلت له كيف ماتت شيماء؟ قال لي راني جاي ونفهمك كيفاش ماتت شيماء. قال لي وين؟ قلت له وين ماتت؟ قلت له واش بيها كيف ماتت؟ قال لي صافي دارت اكسيدون وماتت. قال لي دارت اكسيدون وماتت. خلاص كي رحت للثنيه ما حبوش كاع يقولوا لي كيفاش ولا. قالوا لي شدي روحك. قلت لهم علاش واش كاين؟ ما حبوش يقولوا لي والو، ما حبوش. بعد وليت نقول لخوها خاطر خوها يخدم بومبي. قلت له بصح قول لي واش كاين؟ بنتي راك تقول لي باللي بنتي راهي مواسيه، بنتي راهي بالك ميته، بالك كيفاش بالبلاط ولا. قال لي قالوا لي بالبلاط. ومن بعد هاتي قلت له لازم تقول لي. بديت نواسي نسوق تما في ثنيه في السبيطار تاع ثنيه وكاع هذيك. قال لي ما انا نقول لك حاجه. قلت له شنو؟ قال لي بنتك قتلها راهي. قال لي بنتك ماتت. قلت له بنتي وين ماتت؟ قال لي بنتك ماتت في ثنيه. انا غير سمعت ثنيه عرفت باللي رايان. قلت له بنتي كيفاش ماتت؟ قال لي تقدري تشوفيها. دخلت في هذيك الكو قال لي بنتك، قلت له حبيت نشوف بنتي مالغري ما قدرتش. قلت له حبيت نشوف بنتي. قال لي ما تقدريش تشوفيها، بنتك راهي في راسها ما تقدريش تشوفي فيها. قلت له بنتي نشوفها ولا ادوني مع بنتي منها. قال لي شدي روحك انا حنديك تشوفيها. شفت بنتي محروقه. قلت له كيفاش بنتي؟ قال لي بنتك قتلوها وحرقوها. بنتي تقتلت وتحرقت. خلاص انا نديموندي القصاص. طبعا الى الان ريان مسجون بس ما انحكم عليه. المفروض ينحكم عليه عقوبة ايش؟ الاعدام، بس ما انحكم عليه الى الان لانه الجزائر في 1993
ألغيت الإعدام. فإيش صار في ريان ما ندري، وهذه نهاية القصة. الله يرحمك يا شيماء ويصبر أمك بإذن الله يا رب.